تخيل معايا بلد كاملة من غير حاكم عادل. بعد خروج الحملة الفرنسية مصر كانت في أسوأ فترة في تاريخها، مماليك بيتصارعوا، إنجليز محتلين، ودولة عثمانية بتحاول تفرض نفوذها مرة تانية على مصر، والشعب بقى تايه في النص بين ظلم وبين جوع. لكن في النص في وسط كل الأحداث اللي بتحصل كان في قوة تانية بدأت تظهر، والقوة دي هو الشعب المصري صاحب الإرادة، بقيادة العلماء اللي بدأوا يقاوموا وعاوزين يختاروا حاكم بإيديهم لأول مرة. في وسط كل الضلمة والعتمة دي ظهر ضوء بسيط، وهو محمد علي، ضابط ألباني بسيط ولكن ذكي جدا. قدر يكسب ثقة الشعب والعلماء لأنه وقف ضد المماليك وخفف الضرائب وحاول يرضي الناس. وفي 1805 اجتمع كل الشعب المصري والعلماء في دار المحكمة عشان خاطر يقولوا عاوزين نعزل خورشيد باشا ونولي محمد علي والي على مصر. ولكن خورشيد حاول يقاوم وقال لهم كل غطرسة وغرور، قال لهم إني مولى من قبل السلطان ولن أعزل بأمر من الفلاحين. لكن الشعب والعلماء فضلوا ثابتين، وهنا رضخ السلطان العثماني لرأي الشعب المصري وعين محمد علي والي على مصر. لو عاوز تتابع بقية أحداث محمد علي معنا على اليوتيوب. معكم مستر محمود وائل، مدرس التاريخ في المرحلة الثانوية. سلام.